ده مجلس الإدارة الفاشل جايب مدرب صامت. عارفين التليفون لما بتعمله صامت؟ ده صامت، ده عايز يتفرمط. عايز يتفرمط من أول وجديد، عايز تعمل له سوفت وير، لأن الراجل واقف على الخط مبرق بس. وقلنا الكلام ده. والولاية بتاعته الأولانية فضل مركز على 13 14 لعيب لما وقعهم، وبعد كده ما لقاش حاجة، ضيع منك الدوري في آخر 5 6 ماتشات. بس للأسف جمهور الزمالك بينسى، والمواقع الإلكترونية بتقعد تكتب لا ده الناس بتقول لا هوريكوا، لا هنوريكوا جروس هيعمل إيه. هيعمل ايه؟ طبعا هنقول بقى من البدايه مجلس اداره انتوا السبب زي السنه اللي فاتت بالظبط. اما جه جوميز وقلت له ايه احنا مش عايزين الدوري، ولسه كان في امل في الدوري، خليتوه خسر من الجونه والاسماعيلي وما اعرفش طلع الجيش ساعتها، وبعد كده تعادل مش عارف مع مين وتعادل مع مين وتعادل وضيع الدوري، وقلت لنا وضحكتوا علينا وقلتوا اهم حاجه ان احنا ناخد الكونفدراليه. قال يعني الكونفدراليه دي كانت مضمونه. فانت يعني بتعمل نفس الفيلم ده السنه دي. فيها ايه لما تجيب طارق مصطفى يمسك؟ ولا انتوا عشان ده هياخد بالمصري، عشان ان انتوا بتعرفوا تتدخلوا مع الراجل ده وتقولوا له ده يلعب ده يمشي ده يجي ده الكلام ده؟ انما طارق مصطفى مش هتعرفوا تعملوا معاه الاونطه دي، لان مدرب محترم وهيقول لك لا لا لا. واخد بال حضرتك؟ فانتوا مش عايزين واحد يجي يقول لكم لا. انتوا السنه اللي فاتت لما ضيعتوا الدوري سبب واحد بس وهفكركم بيه، انت ما لعبتش ماتش الاهلي اللي انت انسحبت، اللي قعدت جماهير الاهلي ونقاد الاهلي واعلام الاهلي يذلوك لغايه دلوقتي، يقول لك انت انسحبت قدامنا. انسحبت ليه؟ ما ده برضو لو انت كنت لعبت الماتش وكسبت الاهلي كنت كانك بالظبط خدت الكونفدراليه وخدت الدوري وخدت الكاس وخدت، لان هو ده جمهور الزمالك عايز ان انت تكسب الاهلي. انما تيجي تنسحب وتبقى وصمة عار في تاريخك وتيجي تلعب الماتش اللي بعديه. انتوا بصراحة المفروض ما تقعدوش على الكراسي بصراحة، يعني رايحين تجيبوا مدرب صامت صامت صامت. نرجع بقى للمباراة، احنا بنفضي الشحنة عشان نتكلم بقى فنيا.